في فرق كبير بين ان انا اعفو وبين ان حقي يرجع لي او لا. ودي ناس كتير قوي بتغلط فيها، انه انا اذا عفيت لا انا هفضل ليا حق عند ربنا علشان يجي لي حقي. هو الحقيقه انك تعفو ليس له علاقه بانه حقك متسجل. احنا لما بيكون عندنا مشكله وحق من حقوقي يتاخد مني وعايز ارفع قضيه ومش عارف ايه ومش عارف اخد حقي، ويجي لك محامي كبير قوي تعرف توصل له او حد يكلمه لك فتروح له فيقول لك ده قضيتك دي بسيطه جدا ولا يهمك اعمل لي بس توكيل والموضوع خلص. وانت عارف انه محامي كبير قوي قوي يعني، ويقول لك انا هعملها لك بس ليك انت محبه يعني. هتبقى خارج من عنده عامل ازاي؟ مبسوط. صح كده؟ مبسوط. طب ايه رايك في اللي بيعمل توكيل لمالك كل الناس؟ ايه رايك في اللي بيروح يعمل توكيل لربنا اللي يمتلك كل البشر؟ يقدر. والتوكيل عند ربنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. انت بتمضي يا رب الامر مش في ايدي، اعفو او ما اعفوش. انا لو عفيت يا رب حقي رايح؟ ابدا، حقك كده كده متسجل وهيرجع لك في الميعاد اللي انت تقول يا رب. لما تعرف بقى تتكشف لك الخريطه تقول يا رب ده احسن ميعاد. فما ينفعش ان انت تقول انا هفضل محمل، لان طول ما انت محمل انت بتأذي نفسك. وهقول لك على امر اخر في منطقه العفو. ايات كتيره قوي في القران عن الانفاق وعن ان الانسان يدفع ويدي ويعمل خير، وكمان الانفاق في وقت الضيق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فالناس استغربت، وناس كتير يعني حتى انا الناس سالتني انه هل معقوله انه يشدد على الانفاق وقت ضيق الحال؟ هل معقوله يشدد على الانفاق مش لما الانسان يبقى معاه فلوس، لا ده لما الانسان يضيق عليه رزقه؟ وكتير من الناس حتى راحوا سالوا النبي احنا ننفق ازاي والحال ضيق او الظروف الاقتصاديه ضيقه؟ يرد ربنا في القرآن الكريم يقول للنبي ويسألونك ماذا ينفقون. ربنا بيقول للنبي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إنك تعفو ده من الإنفاق. ده مش أنت بتعملها، ده أنت بتعملها من الإنفاق اللي بتعمله علشان خاطر بتديه لربنا. يا رب أنا عفوته علشانك. العفو مش بس، لا ده أنت بتنفق. ناس كتيرة ما تعرفش إنه الإنفاق هو العفو، لا إنك تعفو من الإنفاق. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. اعفي عن اللي قدامك، اعفي وسلم وطلع الامر من قلبك. لما هتخرج الامور من قلبك انت اللي هترتاح وحقك مش رايح. انا كتير من الناس بيقول لي لا، يقول لي العفو عند المقدره. اقول له اشرح لي يعني ايه العفو عند المقدره؟ يقول لي لما اقدر العفو، لما اقدر اعفو، انما ما قدرتش خلاص ما عليهاش حاجه. اقول له لا انت فاهم غلط. العفو عند المقدره، العفو اذا كان في استطاعتك العفو، إذا كان أنت في المكان اللي ممكن تعفو فيه. زي مثلا ألاقي يعني هقول لك كمثال، واحد دخل عليك 10 رجالة ضخمين وأنت لوحدك وفي مكان لوحدك، وقام واحد فيهم ضربك، وأنت بصيت كده أنت هتعمل معاهم إيه؟ دول مجموعة، خلاص أنا عفيت عنك. هل هنا العفو يستحق؟ ما أنت كده مش هتعرف تعمل حاجة. لكن اقلب الآية وتخيل ان انت معاك عزوتك كلها وجالك واحد ضعيف وهو اللي ضربك ولوحده، فانت باستطاعتك انك تاخد حقك 10 أضعاف. وليه العفو؟ لانه كل دراسات النفس الحديثة بتقول انه كل ما الانسان شال من قلبه الاحساس الظلم واحساس ان انا زعلان من فلان، لا ده فلان لي عندي، لا انا مش عارف ايه، كلما انت حملت بهذه الاحاسيس كلما ما قدرتش تخرج من الحاله اللي انت فيها. كلما انت فضلت شايل جوه قلبك وعمال بتقول لا ده انا لازم اشوف، لا ده لازم يحصل عشان ارتاح، لازم سليم. كل الامور دي بتزود من همك وبتخلي فتره التعافي تطول قوي، واحيانا لا تتعافى.